ننتقل إلى النقطة الثانية وهي عمر بن الخطاب. وانظروا كيف يصف أمير المؤمنين في حال الجاهلية. فلنأخذ المحور الثاني أو النقطة الثانية. تفضل. مش ممكن هذا الرجل الذي كان بالأمس يعاقل الخمر. عمر كان مدمن الخمر معروف، كان مغرما بشيئين، بالنساء وبالخمر. رجل طوال، كان ضخما عملاقا قويا، وكان مصارعا من أشهر مصارعي قريش، كان لا يكاد يصرعه أحد، وعنده فائض قوة كما يقال. فائض أين؟ ورجل صاحب رسالة، هو الله خلقه لكي يحمل رسالة. عنفوان لم يجد هذه الرسالة، حين وجدها اطلع بحملها وجود جدا الإسلام. لكن قبل ذلك كان يفرغ الطاقة الفائضة الزائدة في النساء وفي الخمر، يعاقر أحسن وأجود أنواع الخمور ومع النساء والجواري. هذا هو. إيش يفعل الرجل هذا؟ طيب، رجل نساء، رجل تعس، ورجل متعة ولذائذ. أيها الإخوان، لا شك أن مثل هذا الكلام طعن صريح، طعن صريح، وإن كان يتكلم عن الجاهلية. مقام الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم مصون، ما يتكلم إنسان بهذه الصفاقة وهذه الوقاحة، وكأنه يريد أن يؤصل، وهذا الذي يريده هذا الخبيث، أن يؤصل الفكرة في نفوس المستمعين أو الحاضرين. عادة يمكن 3 مرات أو 4 مرات كان يعاقل الخمر ثم يصف أجود الخمر. خلاص، يعني لو كانت القضية تريد أن تبين أنه كان على حال ثم انتقل، يكفي أن تقول كانوا على غير الإسلام، كانوا في جاهلية. هذا هو الأدب، ولكنك لا تعرف الأدب. فهذا طعن صريح في الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه الذي دكدك عرش فارس. نعم. بالنسبة لهذا المقطع، حتى لا يعني عدنان إبراهيم يهرب من هذا المقطع فيقول انظروا كيف يدلسون، أنا كنت أثني على عمر. نعم، أنا لا أنكر أنك تأتي في أثناء ثنايا الثناء على عمر تصفه بهذه الأوصاف القبيحة، وهذا دس. تقول كان مدمن خمر، نطالبك بالسند. مدمن خمر وصاحب نساء، سند. لا تقول ذكرها فلان. أنت ذكرت في مواضع عدة يا أخ عدنان بأنك لا تقبل أي رواية، لا بالطبري ولا بن كثير ولا الذهبي، هذا أصلا بني أمية. إيه، لا، لابد أن تأتي بالسند، ولن تأتي. ثانيا، إن كنت صادقا، هل تستطيع أن تصف علي بن أبي طالب بهذه الأوصاف حتى تعرف أنه رافض؟ ولا نقبل. أنا لا نقبل، والله لا أقبل، وإن قلت ذلك لنرد عليك ردا شنيعا. أحسنت. لا نقبل، لكن من باب الموازنة. نعم. أنت ليس لديك فرق. نعم. هل تستطيع أن تصف علي بأنه يشرب الخمر مع أن في حديث في الترمذي مش في الجاهلية، كان في الإسلام قبل أن تحرم، يعني أن تحرم الخمر؟ بغض النظر، تستطيع؟ لا، مستحيل. أن أحد الصحابة كما عند ابن عبد البر وغيره جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم براويتي خمر قبل أن يعلم بتحريمها. الصحابة كانوا إذا سافروا بعضهم يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم مثلا بثياب حرير، لا يعني أنك يا رسول الله البسها، لكن يهديها النبي صلى الله عليه وسلم لمن يشاء. فجاء هذا الرجل براويتي خمر، وكان الخمر عندهم قبل تحريمه مشروبا عاديا، يعني مثل شرب العصير، ولا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله، لكن ربما يهديه أو يبيعه، لكن ربما يهديه أو يبيعه، لكن ربما يهديه أو يبيعه.